عاملين ايه؟ وحشتوني وحشتوني جدا جدا جدا، وبقالي كتير ما عملتش فيديوهات. يلا بينا نعمل الخلطة السرية بتاعتي البانيه، وهتنفع للشوربة بتاعتي اللحمة، وهتنفع للفراخ كمان. يلا بينا نشوف الطريقة هتتعمل ازاي بطريقة سهلة ومكوناتها عندك في البيت، وهتعملي احلى بانيه واحلى شوربة هتشربيها لو كانت لحمة او فراخ. ويلا بينا نقول بسم الله الرحمن الرحيم. معايا كنت جايبه زعتر وروزماري خشنين، كانوا من عند العطار. المهم كنت ما باجي بحطهم على البانيه او البفتيك او بلاقيهم خشنين كده، وما باجي بقليهم بلاقيهم يتحرقوا في الزيت. قلت ايه، اطحنهم واحط شويه توابل ايه عليهم، يبقوا سهلين عليا عشان اما اجي اعمل لحمه اشوحها او فراخ اخد منهم معلقه تسهل معايا الايه المواضيع دي كلها. عباره عن ايه بقى؟ معايا الزعتر، معايا هنا اللهم صل على النبي الليمون الناشف، وحطيت عليهم قرنفل، وحطيت عليهم جوز الطيب، وحطيت عليهم حبهان، وحطيت شويه سماق. تمام. وكل ده اتخلط ايه مع بعضه، الخشن اتضرب في الكبه، والناعم حطيته على الايه على الخلطه بتاعتنا. كانت الريحه وهمي، ده كان سماق يا جماعه. تمام. وكنت حاطه بقى ايه، ده حبهان. صلوا على النبي، لو وصلتوا للمرحله دي ما تبخلوش عليا بالايه بالمتابعه، واللايك بتاعك بيفرق معايا. عندي البطرمان بتاعي هحطه. اختصرت الموضوع ده، بدل ما تبقى الحاجة عندي خشنة وباينة تبقى دايبة فين في الاكل اهو. معايا البانيه بتاعي طبعا غسلاه بليمون وملح والكلام ده، وتشوفيه كذا مرة زي ما انا عرفتكم كذا مرة. معايا صويا صوص، معايا بابريكيو، ومعايا دبس رمان. حطي الكمية المتاحة عندك. على انا عاملة نص كيلو بفتيك بانيه. كنت طبخة طبعا، عيالي ما لهمش في الطبيخ، في جزء بياكل الطبيخ وفي جزء ما بياكلش. تمام. عملت نص كيلو بانيه، حطيت عليه صويا صوص، بابريكيو، دبس رمان، حطيت معلقه توم، كاري، حطيت ملح، فلفل اسود، حطيت عليهم بيضتين. تمام. وحطيت معلقه من البهارات اللي انا لسه عاملاها معاكم دلوقتي. كانت الريحه خيال، الريحه كانت خيال اقسم بالله، مش قادره اقول لكم. وحطيت شويه فلفل اسود زي انتم ما شايفين كده، وغطيته بكيس بستريتش بغطا عندك، وحطيته في التلاجة لغايه لما خلصت الشقه. وابتديت ايه اعمل. انا طبعا ما بعملش الكميه كلها، اللي عايز ياكل انا بعمل له ايه اول باول سخن. كان طبعا الاستاذ كريم ابني كان لسه جاي من الدرس وعايز ياكل، قلت احمر له كام حته كده وايه اوريكم الدنيا فيها ايه. الزيت بتاعك على النار. تمام. وعندك الفيجيتار الجاهز، مش عايزه تحطي فيجيتار، عندك بقسماط، حطي معاهم معلقه دقيق ومعلقه نشا مع البقسماط، وحطي شويه فلفل اسود وشويه ملح، وابدأي ايه بهري البقسماط بتاعك، وايه حطي الايه البانيه وعلى الزيت على طول. لما عندك الفيجيتار الجاهز ده بيتباع عند العطار، عايزه ب10 جنيه، ب15 جنيه، ب5 جنيه بيديكي. انا ده يعني بقصر المشوار للقصص دي كلها. ابتديت ايه احط في الزيت. دلوقتي هنشوف احلى بانيه واحلى تتبيله واحلى قرمشه، احلى من اللي انت بتاكليه من بره، والله العظيم احلى من بتاع المطاعم. كليه وادعيلي، ومتنسيش اللايك، وادعيلي بدعوه حلوه براحه البال، وعرفين انت من اني مكان اتشرف بيكي. اللايك ده بيفرق معايا عشان بيرفع معايا مستوى الايه الرؤيه عند المشاهد. باجي عندي البانيه اهوت. ما كانش عندي حاجه بقى زين بقى واخسر اللون، لقيت عندي تفاحيه رحت قطعتها، بعمل نفسي قال الشيف شربيني ايه. بوريكم هنا القرمشه، طبعا الصوت لغياه. وادي البهارات بتاعتي عاملاها بردك اهي، كانت عامله زي الملوخيه ناشفه بس كانت ريحتها وهم. واتشرفت بيكم. يلا باي باي.